مساء الخير والخيرات والبركات. شلونكم؟ نهاركم طيب يا رب. أحط هيجي ألوان حلوة تخفي هاي اللي اليوم ابني قاعد انصدم، ماما هاي شنو؟ ماما تكبر وتعرف هاي شنو؟ أهلا بالحبيبات، أهلا 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 حبيباتي، أهلا وسهلا. اليوم اللايف بالسيارة سريع، اجيت من وقت على الأولاد. يعني الحمد لله الحمد لله بغداد أمان، أحسن من هواية مناطق ثانية أو حتى بلدان ثانية، بس أنا دا أفضل أكون قريبة عن مدرسة أولادي بهاي الفترة، دا أكون قريبة كلش الحمد لله. راويكم شغلة قلت أحترم نفسي واشتري كحلة. بعدني لسه ما متعلمة شلون أسوي عيني كلش حلوة ومرتبة، بعدني أحس دا أسويها صغيرة، بس شوي شوي أتعلم عليها. اليوم سمعتي الستوري مرتين الحمد لله. شكرا شكرا شكرا. اوكي ست الهاد حتى ما اسمع عيوني محلية الكحلة. شكرا. قولوا لي انتو شلونكم؟ ما مفكرة تسوين دورات الكترونية مجانية؟ طبعا اكو حبيبتي، اكو ورشة 25، اكو برنامج الاستعداد الكورس الانعكاس 30 حلقة مجانية. حبيباتي اهلا وسهلا. اني سامعة انه الكحلة تخلي العين صغيرة، فاصلا أنا عيوني صغار، بس اكون اتعلم يعني احطها هيجي شوي شوي ما يخالف، صبر عليه. شوية عن الثقافة المالية. والله قبل شوية كنت دا اسوي سيشن ويا سيدة، هي عندها بزنس هسه توها فاتحته، يعني تدريب شخصي مو سيشنات، احنا مو فاتحين السيشنات لسه، بس كان الموضوع عن ايش قد صعب هي تسعر كان الموضوع عن ايش قد صعب هي تسعر المنتج مالتها، وكل الناس اللي موجودين داير مدايرها هم الناس اللي عادي عندهم ياخذون من عندها المنتج بدون دفع، فكان الموضوع كلش مهم. كنت اشاركها هاي الجزئيه وقلت والله خليني اشاركها وياكم للناس، خصوصا اللي استوهدت تفتح بزنس. قلت لها نقطتين، خليني اقول المشكله اولا عن موضوع المال. اوكي، اكو ناس عندها هاي المشكله، اذا انت عندك هاي المشكله راح يمسك هذا الموضوع، اللي هي شنو؟ الناس اللي موجوده بحياتها سواء زبائن او اهل، عادي ياخذون المنتج اللي هي استوهدت تبيعه بلاش، عادي يطلبوه ببلاش. اصلا اكو ناس هي عندي تسولف لي وذكرتني بهواي ناس كانوا اول ما بلشت اسوي سيرفيسز، ناس قرايبنا كانوا شو اسمه يعني يطلبوه مجانا فور فري، ويحسون انه عادي انت تعطيني اياه بدون ما ادفع لك ولا شيء، اصلا عيب تاخذيه من عندي. فقلت لها شغلتين، قلت لها الشغله الاولى اريد انت تنتبهين وين الاماكن اللي عادي واحد يسوي لك بيها شيء بدون ما تدفعي له. فانت تشوفين مثلا عادي هذا الرجال اللي من السوبر ماركت وصلك للسياره او وصل غراضكم للسياره بدون ما تعطوه ولا شيء. وين الاماكن اللي مثلا واحد يطبق لك السياره يودي ويجيب بيها بدون ما تعطوه ولا شيء. انتبهي وين الاماكن اللي واحد يقدم لك بيها خدمه وتحسين عادي يعني خي يقدم بي هاي الخدمه بدون اني ما انطي ولا شيء، لانه هذا الباترن انت ممكن تكرري، اللي هو يصير كالآتي. يقوم الناس اللي يجون بحياتك عادي عندهم ياخذون من عندك المنتج بدون ما يقدموا لك ولا شيء، فانت بالمقابل حتى تكسرين هذا الباترن تبلشين انت تتدربين على انه ماكو واحد يسوي لي شيء بدون ما اعطيه مقابل. ما يصير، بالعكس انطي المقابل وانطي عليه زياده. انا عندي هيك نص ساعه سريعه وياكم لان اولادي راح يطلعون من المدرسه. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه، بطل يكون جمهورك اهلك. قلت لها يعني هسه راح اخلي وحقا اسوي هاي النقطه اذا
حبيبي حمودي، صباح النور حمودي اخويا الحبيب. راح خليني اجيب كل جمهوري اليوم بالسوشيال ميديا وكل الناس اللي دا تشتري كل المنتجات اللي دا تتقدم، وخلينا نسال ايش قد بالمية من عندهم قرايبي. ما يطلعون 1%. ليش؟ لانه المنتج اللي اني اقدمه، الخدمه اللي اني اقدمها، اللي يشتروها مو قرايبي، اللي يشتروها الناس اللي محتاجتها، الناس اللي تريدها حتى تحسن حياتها، الناس اللي يعجبها هذا المنتج، مو قرايب يقعدون هم يشترون. اذا نظل بس على القرايب وعلى الاهل وعلى المدري شنو، لا هذول يعني مو هم الاشخاص المؤهلين اللي ياخذون من عندك، او مو هم اللي مرتاحين ياخذون من عندك. فاكو نقطتين كنت تنتبهين عليها. اولا حتى تبيع، حتى منتجك ينعرف، حتى الخدمه ما تنعرف، هذا الخجل من انه تنعرف هذا يكون ينسف، هذا بعد انت تشتغلين على نفسك. النقطه الثانيه وهي النقطه الاولى بصوره عامه، اولا هذا بروجرام جديد، اني ابلش ارتاح من اخلي الرقم اللي يناسب الخدمه اللي دا اقدمها، واقبل واسمح على نفسي تدخل لمساحتي الناس اللي هي مرتاحه وهي تدفع. يعني اتذكر بالتدريب الشخصي، من الناس تقدم على التدريب الشخصي، اسال سؤال لبعض الناس اللي شوي اعرفهم انا: انت من راح تشتركين بالتدريب الشخصي وراح تدفعي راح تكونين مرتاحه؟ فمن تبلش تقول لي ها ما ادري، ممكن مو كلش، خلاص مو هذا الوقت المناسب. من تجين وتكونين مرتاحه تجين تسويها. حتى ضربت لها مثال، اكفت شخص اكفت حقوق بيني وبينه كون يدفعها، ففتره من الفترات قطع هاي الحقوق، بعد متى يدفعها؟ فامي كانت تسالني بين فتره وفتره: ماما دا يدفعها، فارجع اقول لها لا لا لا، الشوط الضوج تتاذى، وروحي واحكي وروحي محكمه وما ادري شنو. ماما راح اقول لك نقطه من اخير، وتشز هذا مبدئي يعني: واحد يدفع مبلغ هو مجبور، اني هذا المبلغ ما اريده. واحد يدفع مبلغ هو مرتاح، اهلا وسهلا بهذا المبلغ. نفس الشيء بالمنتج مالتج، واحد يدفعه هو مجبور، هو صعب عليه يظل يتوسل مدري، هذا مو الشخص المناسب. عيني روح، من تستعد تعال هلا بيك. لا اقعد انا اقنعك ليش هذا المنتج هيك سعره، ولا تقعد انت تقنعني انزل لك من سعر المنتج. فهاي نقطة من النقاط اللي هسه يمكن ذكرتوني اشاركها وياكم. الاثنين يجننون. عادة تحشون عن الانعكاس، كلش قوي هذا قانون. هذا الكورس كلش قوي، اعتقد 35 فيديو مسجلات ويا تأملات، يجنن. هاي الايام هواي بنات يريدون يتزوجون بس ما حد يخطبهم. اقول لك شغله، احد اسباب اللي تخلي البنيه صعب يلقاها الشخص المناسب، مو هي تلقاه. يعني اليوم كنت احكي وحده بالجيم فكانت تقول لي: نور القاه، وين القاه؟ فقلت لها: احنا بنات البنيه ما تلقى الرجال، الرجال هو يلقى البنيه، البنيه تجذب الرجال. احنا ماجنتك، احنا مغناطيس، بس كون نفعل هاي المغناطيس. بس اذا احنا عندنا عار على انوثتنا فصعب صعب نفعل هاي الجاذبيه. المهم، السلام عليكم، هلا وعيني. شنو كانت؟ احد الاسباب اللي تخلي البنيه صعب يلقاها الرجل المناسب لها هو معتقداتها عن الزواج. يعني اكو معتقدات عن الزواج مصيبه، معتقدات مدمره. يعني وحقكم، لانه برمجه المجتمع تقول الاتي: انه البنيه راح تقعد تنتظر الرجال يجيها، فتشوف الامر سطحي لهاي الدرجه انه اني اقعد ويجي هو يخطبني. هي ما تشوفه مبني على معتقدات وافكار. راح اضرب لكم مثال كلش صغير يعني حتى ما ادوخكم وياي، لانه اني هاي الطريقه اللي افكر بها، فمرات من اشارك الطريقه اللي افكر بها اعتقد الناس تظل: هاي ايش بيها ايش تحكي. ستعذروني لانه احكي عن الطريقه اللي افكر بها بهاي الطريقه، بس دا احاول ابسطها ايش قد ما اقدر. مثال كلش بسيط: اكو فد بنيه انا اعرفها شخصيا، اوكي؟ هاي البنيه انولدت بين مجموعه اخوان واخوات، زين؟ هي اخر وحده، فهي من هي وصغيره يقولوا لها: انتي صغيره، انتي الصغيره، انتي الصغيره، انتي الصغيره، انتي الصغيره. كبرت هاي البنيه، صار عمرها 26 27 28 29 30 وهي تعتقد هي الصغيره. سؤال: برمجه البنيه الصغيره تتزوج لو ما تتزوج؟
ما تتزوج، فهي دائما تعتقد انه هي بعدها صغيره على الزواج، لوش قد ما راح يصير عمرها، لانه هي انغرس براسها انه اني صغيره، فاني بعدني ما مستعده، اني بعدني صغيره، اني ما اقدر، اني ما اعرف، اني ما ادبرها، فبالنتيجه تحط 100 شرط حتى تتزوج، 100 شرط حتى يلقاها الشريك، فتخلي 100 حاجز بينها وبين الشريك. خلينا نفترض مرات قعدت وياك، خلينا نفترض هو موجود، قولي لي اسم الحاجز الاول، كانت تقول صغير انا صغيره. الحاجز الثاني اخاف، الحاجز الثالث خاف يطلع مثل ابويا، الحاجز الرابع، كل هاي المخاوف انت تخليها على الزواج. يعني انا اتذكر ما كنت صغيره انا ما كنت صغيره كلش، كنت عمري 19 سنه، بس انا كبيره بعائلتي، فاني من اني وصغيره اني مقتنعه انه انا اتزوج من وقت، يعني قناعتي هيك براسي انا لازم اتزوج من وقت. وبعدين اني اعتبرت نفسي انه اني تاخرت بالزواج من عبر عمري ما ادري قد 18، بحيث من انخطبت يس واخيرا، لانه اني اي بروجرام نفسي انه اني اكون اتزوج من وقت. هسه لا تقولوا لي صح لو غلط، انا ما كنت افتهم صح لو غلط، اني برمجه عندي اياها عن الزواج بدون شروط، ما اخلي شرط على نفسي خلاص اني اكون اتزوج، اني كبيره اني اتزوج، بحيث من عمري 15 يخطبوني. الزواج بحياته ما كان له علاقه بالشكل، الزواج بحياته ما كان له علاقه بالشكل، الزواج بحياته ما كان له علاقه بالشكل، الزواج بحياته ما كان له علاقه بالشهاده، الزواج بحياته ما كان له علاقه بش قد عندك فلوس. الزواج مرتبط ارتباط وثيق وقوي جدا بمعتقداتك. تعتقدين انه اني عندي قناعه انه انا صغيره؟ طبعا، وبالنتيجه صعب، يعني انت تدخلين حاجز بينك وبين الرجال. اني بعدني صغيره، يعني كلش صغير. افد مره انتبهت على شغله على نفسي. أنا متزوجة وعمري 19، فأنا عندي أولاد الحمد لله، ابني راح يصير بطولي، اثنيناتهم راح يصير بطولي. فد مرة أحد كان يقول لي شخص قريب، يعني يقول لي نور، بس ما يعرف إنه أنا متزوجة عندي أولاد، يقول لي نور أنت ما شاء الله ايش كنت حلوة. فدا أقول له شكرا، أنا أولادي بطولك، فأنا راسا خليت أولادي حاجز، يعني انتبه دير بالك. فقلت نور ايش بيك؟ وات يو دوينج تخلين أولادك حاجز؟ فيا أنا صغيرة، كلش صغيرة، وأني هم كبيرة بنفس الوقت الحمد لله. شكرا جزيلا يا حلوات. ايش قد عمري وخطبت؟ ايش قد عمري وتزوجت؟ 19. نور هي ما سألت لأن ما تريد زواج، هي سألت لأن رايدة. كل زين، عاشت ايدك دت على التوضيح. الزواج يأتي من بعد بناء معتقدات تدعم الزواج. يعني إذا تقولي لي ايش قد مثلا شنو أهم معتقد يدعم الزواج؟ أهم معتقد يخلي، أهم بليف، تعرفون شنو معتقد؟ أنا ما أحكي هنا من مكان هذول جماعة الوعي ونقعد نسولف بالوعي وبس نقعد نفكر ونسوي مشاعر، أنا أحكي على مستوى معتقد يغير جينات، يغير سيكولوجية الجسم كلها، وبالنتيجة يؤثر على الحياة. مو حكي بس، يعني شايفين اكو حكي، اكو ناس تقعد تسولف عن هاي المواضيع كأنه يلا خلونا نغير معتقداتنا، بس حكي. من اقول معتقد معناته امر يغير سيكولوجيتك، يغير جيناتك، وهذا مثبت علميا. اوكي، واذا تريدون تدرسون اكثر عن الموضوع اقروا كتاب اسمه الدواء الوهمي لدكتور جو ديسبانزا، يحكي بالضبط يعني شنو معتقد يغير جيناتي اني. فاني ما دا اجيب هذا الحكي مني لانه انا عاجبني هذا الحكي او لانه انا اعتقد به، لانه هو حقيقه علميه. اوكي، هسه اجاوبك. بوغي. اوكي، اسم الله. اوكي، شنو كان سؤال؟ اهم معتقد يساعد على، اقول لك شغله، بالعاده المراه اللي ما تريد تتزوج هي تخاف انه الرجال اللي يجيها راح يسوي شيء هي ما تريد تعيشه وغير متناغم ويا قيمها. يعني مثلا ممكن يجي يسيطر عليها فهي من قيمها الحريه، ممكن يجي فهي عبالها الامر عشوائي، فخاف هيك يجي، خاف هيك يجي، خاف هيك يجي، ما اريده هيك يجي. كل هاي المخاوف هي عباره عن حواجز تخليها بينك وبين الزواج. حتى تنشال هاي المخاوف التركيز يكون على الآتي: شنو هو
شكل الرجل اللي اريده يكون بحياتي، وشنو الشعور اللي اريد احسه ويا هذا الرجل. فاني اريد احس انه اني حره، اريد احس انه اني عايشه حياتي وماكو اي ضغط على حياتي، بالعكس يكون اكو دعم لحياتي حتى اني اعيشها بطريقتي، يكون عنده القدره على مشاركتي حياتي. اريد فاني راح شوفي المعتقدات شلون تكون، شنو هي المشاعر اللي اني اريد احسها بوجود الرجل. هاي تغير معادله الزواج كلها. انا كنت صغيره بس ما كنت افتهم هاي البروسس، بس كنت اعرف اني شنو اريد. فمثلا كان عندي الزواج هو عباره عن اني حره، ماكو شيء اسمه يجي رجال يقول لي لا، يعني ما هاي ما اتخيلها ولا اخاف من عندها ولا افكر بها. سو الرجال اللي تزوجته الحمد لله هو عنده هو شكل حياته شكل حريه مطلقه. فاني كنت حره تماما مثل ما اني كنت اريد اعيش بداخل هاي العلاقه. هوايه معتقدات كنت تبنيها، بس اني يعني قلت لك اول وحده انه كنت تعرفين شنو هي المشاعر اللي كنت تحسيها وتريدين تحسيها وتريدين تختبريها من هسه الى ما بعد الزواج. مو بعد الزواج اريد اكون حره. اكو بنات يوقعون بهذا الفخ اللي هو تتزوج حتى تشرد من اهلها وتجس حقها، لانه الله اعلم هي شنو شايفه من بيت اهلها، وبالنتيجه ترجع تلقى بيت اهلها ببيت رجلها بس بغير صوره، بس لانه هي ما مدركه وما متعلمه وما تعرف. يعني ترى الموجود جوايا ترى دا اشوفه وراح اظل اشوفه. واكو قانون اني مترجمته بطريقتي يقول واني اقوله بهاي الطريقه، انه الرجال هو انظف مرايه للمراه. هو راح يراويج بالضبط اللي مستور جوا نفسك، اللي ما تريدي ينكشف حتى. ف شنو كنت اقول شغله؟ ذكروني. اسم الكتاب The Placebo Effect، يعني الدواء الوهمي. شنو رأيي بالمرض اللي ترد الرجال؟ فمرة واحدة أخذت سيشن، فكانت تقولي نور أني صغيرة، أني كبرت وأريد أتزوج، فسألتها سؤال: باب بيتكم مفتوح لو مسدود؟ كان صفنت، كانت بداخلها يعني متوقعة كلاوات العيد بنش وقت يبطلون. قلت لها والله مو كلاوات العيد، بس قولي لي باب بيتكم مفتوح لو مسدود. كانت تقول طبعا مسدود، نور ايش بيك؟ قلت لها زين من يجي أحد سواء دا يخطب او حتى ما دا يخطب ترحبين بيه وتدخليه للبيت لو لا صعب عليك؟ كانت تقول ها. قالت لا يعني طبعا انا ما اقبل اي احد يطب بيتي. قلت لها اوكي راح اقول لك في الطريقه، اني هاي الطريقه مؤمنه بيها، انت تجربيها تفيدك كل زين، ما تفيدك انت حره. اوكي يعني مو الا اللي اني دا اقوله ممكن يفيدك ممكن ما يفيدك. اني نور الله سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما اريد اجزم الله اعطاني هاي القدره، بس انا مدركه انه هاي القدره من الخالق. اوكي فما دا اقولها على مود اقول لكم الله معطيني هاي القدره، بس أنا عندي قدرة إنه شلون الطباخ مني يعدل على الأكلة لحد ما يطلعها بطريقته، عندي قدرة على إنه أعدل على الخلق لحد ما أطلعه بطريقتي مثل ما أنا أريد. فأني أجيبها منها أوديها منها، أحطها منها، أبوعها منها، أحللها منها، أوديها منها، أربطها لحد ما يصير الكرييشن. فقلت لها شنو رأيك اي واحد يجي يريد يخطبك، اي واحد مواصفاته زينه مواصفاته مو زينه ما ادري شنو، تفتحي له الباب وتاهلين بيه وتقعدين وياه وتنطين فرصه لنفسك تتعرفين على الناس اللي جايه تتقدم لك بدال ما ترفضيهم راسا من البدايه، ونشوف هذا الامر شلون الى ماذا يؤدي. شوي 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 بلشوا الناس يجون عليها يتقدموا لها، بلشت تتعرف على اشخاص مثلا صفاتهم احسن من الاخ. ما اقول لكم هسه هي تزوجت، بس هي بلشت تنفتح لفكرة الزواج أكثر مما قبل كانت منغلقة إلها. ستحتاج هيك بعد شوية تعديل على الكرييشن منا إلى أن يصير الأمر. يلا أنا بعد أدي 10 إلى 15 دقيقة أسولف وياكم بها. أريد معتقد عن المال. أوكي حلو سؤالك. اوكي خلينا نتفق على شغله. اريد معتقد عن المال، اذا انا قلت لك راح تعتقدين بي؟ لا، لانه ما عندك لا تجربه تثبت حقيته ولا شايفه بواقعك فد شيء يثبت الصح انه هذا اللي دا اقوله، راح يصير مجرد كلام وهراء. راح اقول لكم شغله كلش مهمه،
قولي شنو هي. أول ما دخلت عالم ما بعد المادة، يعني هذا اللي دا نشوفه هو مادة، فأنا أدركت إنه هذا مو هو الحقيقة الوحيدة، أكو حقيقة خلفها. بلشت أبني إيمان بأنه أنا قادرة على خلق الواقع مالتي، وبلشت أنقل هاي الفكرة للناس. بس بعدين لاحظت ورا فترة إنه الناس صعب قولوا لي إذا الصوت رجع لو لا. هسه أكو صوت؟ أوكي هسه رجع. اي رجع كل زين. يلا كنت دا اقول راح اكمل من المكان اللي بلشت من عنده. اول ما بلشت ادرك حقيقه اخرى غير الحقيقه اللي تربيت عليها، اللي مثل كل اللي هنا موجودين. يمكن احنا تربينا على انه هي هاي الحياه، هي هاي الدنيا، قسمه ونصيب كذا. بعدين بلشت حياتي تغيرت ورا قصه ابني، وش كم قصه هيجي اللي قارئ كتابي يعرفها. ادركت اكو حقيقه اخرى غير هاي الحقيقه. بعدين قمت انقل هاي الحقيقه للناس. عيني ترى احنا نقدر نعيش الحياه اللي احنا نريدها، ونقدر نسوي قرارات مختلفه وكذا، ونبني شخصيتنا. شفت انه اكو رفض قوي من الناس، يعني مدى تفتهم ايش دا احكي. بعدين من اجيت ابحث ليش اكو رفض قوي من الناس، ادركت هاي النقطه. وراح اعلق على البنيه اللي تريد معتقد عن المال. احنا عقلنا طبقات، اوكي، علميه. واعي، طبقه تحليليه، واللاواعي. الناس اللي العقل التحليلي مالتها كلش قوي، يعني تحلل كل شيء، تفسر كل شيء، تسولف كل شيء، تسال كل شيء، ليش هذا، ليش ذاك، كذا شنو، اوكي. هذول الناس تيجي انت هيجي مكيف قاعد انت راح نقدر نخلق الواقع مالتنا. قوم لك شنو تخلق الواقع مالتك، مبين لك هذا الهراء والخزعبلات حقه. ليش؟ لانه اني دا احكي شيء ينافي كل معتقداته. هو حتى اكو الدماغ بيه ترددات، اوكي. اكو الثيتا، اكو دلتا، اكو الفا، اكو بيتا، سامعين عنها اعتقد. الناس اللي عقلها التحليلي كلش عالي هي على تردد دماغ معين. انت ما تيجي تقعد تسولف لهم يلا تعال هاك هذا المعتقد ابني، هذا المعتقد غير، هذا المعتقد، هذا دا يحلل كل شيء. فهذول الاشخاص حتى يفيد وياهم بناء معتقدات جديده، كون يوقفون عقلهم التحليلي، كون يوقف عقله التحليلي. اكو تجربه سووها، هاي التجربه كلش تضحك، راح اختم بيها لانه كون ارجع لاولادي. دا يريدون يكتشفون تجربه معينه سووها بسنه من السنوات، مدى اثر الايحاء، اكو شيء اسمه ايحاء، على الناس، اوكي. فايش قالوا؟ جابوا مجموعه اشخاص، اعتقد 13 نفر، سووا عليه الدراسه. فسووا لهم تنويم مغناطيسي، دخلوا عقلهم بتردد معين اللي هو اعتقد كان الثيتا، يوصلوا لمرحله الثيتا، اوكي. عفكم من هاي التفاصيل اني اقولها بس حتى تدركون انه هذا الامر حقيقه موجود على مستوى تركيبه الدماغ.
نوموهم كلهم مغناطيسيا وطوهم ايحاء. روح شوفوا الايحاء كالاتي: روح انزع ملابسك بنطلونك وابقى بس بالاندروير بهذا المطعم. اوكي، فدا يريدون يشوفون مدى قوه الايحاء. قالوا للاول، قالوا للثاني، قالوا للثالث، قالوا للرابع، قالوا لحد ال 13. قعدوا من التنويم المغناطيسي. اول واحد ما سواها، ثاني واحد ما سواها، ثالث واحد ما سواها، رابع واحد ما سواها، خامس واحد ما سواها، سادس واحد ما سواها، سابع واحد ما سواها، ثامن واحد ما سواها. الثلاثه او الاربعه او الخمسه الاخيرين سووها. من اجوا يريدون يفتهمون شلون تاثر هذا الانسان، شنو الشيء اللي خلاه يفرق عن بقيه اللي سوينا عليهم الدراسه، لقوا انه هذول عقلهم التحليلي، الفئه اللي فات بها وراحت نزعت ملابسها عقلهم التحليلي اقل بكثير كثافته من عقل هذولاك التحليلي. فالفئه الاولى ما يفيد بيها شنو تقول لها ولا يخدمها، لانه تفكر وتحلل تفكر وتحلل تفكر وتحلل. الفئه الثانيه فاد بيها التحليل لانه عقلها التحليلي اقل. اللي لقوه كالاتي: الاشخاص اللي من هذول او مثل عقليه ذولا اللي هم عقلهم التحليلي اقل، اسمعوا هاي الجمله كل زين تسبقكم، اللي عقلهم التحليلي اقل قادرين وقابلين على الشفاء من المرض اسرع بكثير من اللي يحللون هواي. اللي عقلهم التحليلي كلش عالي هذول عقلهم يشتغل ضدهم لدرجة انه يجيب الافكار والمعتقدات اللي تفعل المرض باجسادهم بشكل مستمر، لانه ما يقدرون يتخيلون الخروج من حالة المرض الى حالة الصحة. من اجيت اباوع على تجربتي انا ويا مصطفى ابني، والله اول بارحة كانت اختي تسولف لي تقول لي: نور، من قالوا لك مصطفى راح يموت انت الوحيده اللي ما صدقتي راح يموت ولا فكرتي بالموضوع ولا سولفتي عنه. كانت قرايبنا تخابر امي تقول لي لها: حضروا التابوت، حضروا الفاتحه، سووا الفاتحه. كان ابني عمره سنه وشويه. بس اني عقلي التحليلي وقف، يعني احلل بروسس ابني مريض وما ادري شنو، هاي ما اقدر احللها بعد، ما تتحلل. فانطفى عقلي التحليلي، اللي صار شنو؟ فكره انه هو عايش وموجود وهسه موجود هي اللي احتلت المساحه. هاي الحالة اللي أنا يوميا داعشها خلت ابني يصير زين وترجع للحياة. أكو ناس شو تقول معجزة من الله، هو طبعا من الله، يعني إحنا منتهين من عندها. الشفاء من الخالق، المرض من الإنسان والنفس بس هو الخالق مطل قدرة للبشر. كنت أكو شغلة دا أشاركها. مرة من المرات صديقتي حبيبتي كلش تحبني بعيد ميلادي جابت لي هدية. هاي الهدية هي عبارة عن صورة لمصطفى من كان مريض وبس صورة لغلاف الكتاب مالتي، وعلى الصورة مكتوب مرسوم مثلا أوبرا سماعة مال الدكتور. فأنا قلت لها: شكرا، كلامي كله غلط بغلط، أتمنى اللي يقول غلط يبحث. والله أنا ما أجي أقول لك تعال صدق، أنا أقول أبد لا تصدق، خيولي أنا على أبوه، بس روح ابحث قبل لا تقول غلط. أوكي. فمن جابتها للصورة حسيت اكو شيء غلط بالصورة، من باوعت على الصورة اكو ابرة اكو كذا، فهي تعتقد انه هو كان مريض فصار زين، بس اني فكرة هو مريض تلاشت، فبالنتيجة صار زين. اكو جملة يقولها دكتور جو ديسبانزا كلش حلوة، يقول: وات اف يطلع الشخص المريض هو دي يمرض نفسه يوميا لان دي يعيش نفس الحالة الشعورية، فبالنهاية دي يفعل نفس الجينات مالت المرض. نفس الشيء الفقير، وات اف الفقير هو دا يعيش يوميا نفس حالة الفقر، لأنه يوميا دا يفعل نفس مشاعر النقص. أثر المشاعر على الجينات هي تفعل جينات معينة، تربط بالدماغ، تسوي روابط عصبونية، تروح تأكد الفكرة، فبالنتيجة تأثر على قرارات الشخص، خيارات الشخص، خياراته تخلق الاكسبيرينس. على يوم ثيرابي جروب. اوكي. يا حبيبتي، اللي انت قلتي لي اعطيني معتقد عن المال، والله لو اقول لك معتقداتي يعني عن المال ينفجر مخك. وين يا معتقدات عن المال ختولي؟ لانه ما تصدقيها. بس خلينا نبلش قبل لا اعطيك معتقد عن المال. راح اطلب من عندك تراقبين حياه الاثرياء. ايش كم واحد ثري؟ جيبي 4 أو 5. انا متاكده صديقاتك ما عندهم هذا الثراء الكافي اللي يخليك تجيبين من عندهم افكار الثراء. بس القي اشخاص حققوا الثراء حقا، يعني واحد مليونير، واحد عنده 100 مليون، واحد قدر يبيع منتج مثلا ب$10,000، واحد حققوا الثراء وعادي عندهم، ولا يستحون من الفلوس ولا يستحون
من انهم عايشين احسن عيشه ولا خجلانين ولا جايبته من رجلها وعايشه ما ادري شنو. هي بنفسها او هو بنفسه سوى هاي البروسس مالت الثراء. وشوفي هذول من يحجون عن المال شلون يحجون. القي شغله واحده مشتركه، راح اقول لك شغله، راح تلقين انه اغلب الاثرياء يشوفون انه المال موجود وبكثره. ثانيا راح تلقين انه تقدير الثري لنفسه تقديره جدا عالي، لا يستحي من نفسه ولا يخجل وعنده ثقه بنفسه وعادي يحكي وعادي يخطأ. شايفين شيف شاهين يجنن، كلش احبه. يقعد يسوي خطه اكله يطلع مو طيبه، يقول هاي شنو هاي ابو الخرابيط، انت لو تحكي عدل وتناقشنا، لو لا تناقشنا وتظل بس تنتقد من ورا الكيبورد، صير احسن من عندي. انا اتمنى واحد يصير احسن من عندي، ويروح هذا اللي دا يعترض ويروح يفتح بيج ويقعد يسولف للناس وخلينا نشوف من يسمعك. فد مره واحد قال لي نور، يعني انت هذول الناس كلها تسمعك على مود تحكين، لين تحكين والله انا هم احكي، يلا احكي نفس الحكي اللي انا احكيه وخلينا نشوف شو يصير. ما تقدر، لانه ما عندك نفس الافكار والمعتقدات والطريقه اللي تفكر بها، مثلك مثل الناس، فما حد يسمع واحد مثل الناس. المهم وين كنت؟ كنت اقول انه الشيف شاهين واحده من الاشياء اللي كلش احبها بيه، يقعد يسوي اكله تطلع تلعب النفس، يقول هاي شنو هاي الاكله، يروح يعدل عليها. هذا شكل من اشكال الثراء. الثري ما يستحي من نفسه. الثري ما يخجل انه انا سويت هذا المشروع فشلت ما رغمت. عنده تقدير لذاته كلش عالي لدرجه انه يسمح الفلوس تجي. اسمعي هاي الجمله، تجي تبقى، يطلع من عندها لتيسير حياته، فيقبل حياته تكون يسيره. الفقير شي يسوي؟ تجي الفلوس يطرد بيها، تجي الفلوس يطرد بيها، تجي الفلوس ما يبقيها شويه. فد مره واحده من متدرباتي كنت ادربها، راح اختم بهاي بعد لازم اروح لانه راح يطلعون من الاولاد. فدا تتدرب بالماستر مايند، فدا اقول لها انه سؤال مهم دا اسال الكل، يعني قولوا لي الفلوس اول ما تدخل لكم شو تسوون بيها؟ فواحده قالت راسا اقسمها. على ابليس، شو دامك راسا نقسمين، انت دا تطرديها من مساحتك. احنا كون نعرف اكو فد واحد اسمه، خليني اراويكم هذا الكتاب. هذا الكتاب ذاك اليوم نشرت لكم عنه، انه انا ما راح اراويكم النيه مالت. سنه 2020 29/5 انا قاريه هذا الكتاب. اسمه الاب الغني الاب الفقير. البارحه ريان يقول لي ماما هذا الكتاب مبين كلش حلو تقدر تقريه. ماما هذا من 6 سنين قاريته ودا ارجع اقرا. الكاتب البي عاش بين اب ثري واب فقير، يقول جمله كلش حلوه راح اقتبسها من عنده. يقول عيني تريد تصير ثري افتهم طبيعة المال. انت كل عمرك يدرسوك حتى تشتغل يم واحد يعرف طبيعة المال. شنو هاللغوة هاي؟ الا تدرس يم تشتغل، تدرس حتى تشتغل يم واحد يفتهم طبيعة المال. افتهم طبيعة المال حتى انت تسوي. يجي واحد من الاهل يقول ليش مو عيب تاخذين فلوس وتشتغلين؟ هاي برمجة بروجرام كلش طويل عليه. احنا دورنا تجاه نفسنا، خصوصا اللي تربينا ببيئه ما محققه الثراء المالي الداخلي والخارجي، نبني ثرائنا من الصفر ببدء من معتقداتنا ومشاعرنا، ونحققها ونعيشها ونجسده، حتى بعدين يقولون هاي تربيتنا. ف جوابي لهاي البنيه اللي راح اختم بيه، وشكرا جزيلا لانه تتابعون الستوري او الفيديو او اللايف للاخير. ابحثي عن شيء مشترك للناس الاثرياء عن المال، راح تلقيهم اغلبهم يعرفون طبيعه المال، يعرفون انه يكون لا حد يقول لي عن الحبايه بليز. راح تشوفين انه الناس تجي وتبقيها يمها، مو تجي وتطردها. هاي واحده من صفات الناس اللي يصير عندها او تعرف تسوي فلوس او تحترم الفلوس، ريسبكت الماني. يلا يا حلوه، راح اقول لكم شغله بالاخير. احنا عندنا كورس اسمه كورس الانعكاس، عندنا برنامج اسمه عطاء من القلب. هذا انا احبه، هذا البرنامج عزيز على قلبي على كميه التشافي الموجوده بيه، لانه انا بلشت هيج اغير نوعيه عطائي يتغير مدخولي، لانه المساحه اللي انطي منها ذاتس بيج بوم هي تحدد المساحه اللي استقبل من عندها.
عندنا التأملات، ذني 3 عليهن هدايا، 3 عليهن عروض كلش قوية تخلي كل ما أول شيء تباعين الانعكاس إذا أخذتيهم كلهم، بعدين تباعين عطاء من القلب. كلش أحبكم، شكرا جزيلا. استثمروا بهاي الفترة اللي هي فترة شوي كأنه دا يقعدونا بالبيت مثل فترة عشناها سابقا، بتغيير ذهنيتش، لأنه من عندها تحققين اللي تدربتي عليه خلال هاي الفترة. يلا أشوفكم على ألف 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 خير. ها هي ما عندي شي بعد.